انا هقول لك دلوقتي على سر خطير جدا في لغة الجسد، هيكشف لك قد ايه هو بيحبك ومتعلق بيك ذهنيا. تمام؟ مهما حاول يخبي، هو ما يعرفش ان في حاجة اسمها علم النفس، وما يعرفش في حاجة اسمها لغة الجسد. بس ممكن يكون عارف، او ما يعرفش انك عارف، او ما يعرفش ان انا عرفتك. ما علينا ما علينا. تمام؟ السر ده هو انكم لو ماشيين وسط مجموعه من صحابكم في الكليه مثلا، في الشغل، في اي حاجه، جرب اثناء ما هو واقف جنبك اتمشى. اتمشى بس، ابعد 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 خطوه كده ولا اتنين ولا تلاته، وراقب شوف هو هيقرب منك او هيمشي وراك، او حتى هيملى المكان اللي انت كنت فيه ولا لا. لو عمل كده يبقى هو بيحبك ومتعلق بيك بشكل بص هستيري، للدرجه اللي تخليه اصلا من عقله الباطن يعني مرتبط بيك ذهنيا، اللي هو انت موجود في مكان فعايز يقرب منك، عايز يفضل تابعك ماشي حواليك. وانت اكيد جربتها، شفت ان الشخص ده مثلا بيمشي وراك على طول، بيحاول يقرب منك. ممكن يكون هو بيتكلم اصلا وهو بيتكلم في التليفون او بيعمل شغل، بيعمل اي حاجه، بيحاول يتبعك يمشي وراك. هنا لما نفصل الموضوع بعلم النفس هنكتشف ان في حاجه عندنا اسمها الخلايا المرئتيه. تمام؟ الخلايا المرئتيه دي موجوده في مخك، دي المسؤوله عن تقليدك للاشخاص اللي انت بتحبهم. يعني انت لو بتحب شخص هتلاقي نفسك غصب عنك بتمشي جنبه، بتقرب منه، حتى وانت مشغول وانت بتتكلم بتلف وراه في المكان اللي انت فيه. فانت جس النبض، تتكلم عادي مع صحابك، او حصل كذا 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 كذا، اتمشى شويه، غير المكان، تعال اقف في الناحيه التانيه، وراقب شوف هو هيعمل ايه. لو هو من غير قصده لقيته برضه بيلف وراك وبيقف جنبك، اعرف ساعتها ان هو بيحبك جدا جدا ومتعلق بيك بشكل خطير قوي قوي قوي. انتظرونا في اسرار كتير جدا، موضوع الشات واسرار تعرف ازاي هو بيحبك عامه، مش شرط لما يكون واقف معاك في مكان. انتظروني قريبا ان شاء الله.